كان في قبر في بلدنا ما بيتقفلش ابدا، مهما اتحط عليه التراب واتقفل الناس يلاقوا تاني يوم التراب اللي عليه منبوش والقبر مفتوح نوعا ما. وفضل الوضع ده مستمر لشهور طويلة لحد لما اتخنقوا منه وسابوه مفتوح، رغم ان في شاب مدفون جوه واسمه ياسين. واللي عرفناه ان الشاب ده اتدفن وكانت في شكوك كتير جدا انه لسه صاحي وما ماتش، ومع الرغم ان الدكتور مضى على تقرير وفاته واتدفن الا ان عمه فضل يقول ياسين لسه حي. ومن تاني يوم كانوا بيلاقوا القبر بتاعه مفتوح ولمدة شهور طويلة، لحد لما ابوه كان هيتجنن على ابنه واتأكد ان هو اتدفن وهو حي. لكن بعد فترة من المراقبة مسكوا واحد كان بينبش في القبر بتاعه بالليل، واتضح ان اللي بيعمل كده هو عم ياسين. واعترف انه كان بيعمل كده لانه كان بيكره اخوه وعاوز يتجنن بفكرة ان ابنه اتدفن حي، ده علشان ياخد الورث وتحديدا الارض الغالية اللي في شرق البلد، لان حسب اعتقاده لو اخوه اتجنن او مات من حزنه على ابنه هيعرف ياخدها. الغريب ان بعدها بشهر واحد مات عم ياسين، وتاني يوم لقوا الكلاب نبشت القبر بتاعه وكلوا الجثمان بتاعه، نهشوه لدرجة ان هم قطعوا جثته يجي 100 حتة. ولحد النهاردة الناس بيخافوا يحكوا حتى الحكاية دي لانها بتقشعر البدن، وبيضربوا المثل دايما بالحكاية دي وبيقولوا حب ياخد الارض بالطمع، الكلاب خدت جثته بالعدل. ودي كانت حكايتنا النهاردة من تجارب حقيقية، واللي كتبها لنا احمد محمود. وكده خلص ميعادنا، استنوني يوم السبت الساعة 10 مساء في الجزء الثاني من سكان المقابر. ولو عجبتك القصة اشترك في القناة ولايك وكومنت، واعمل لنا متابعة على الفيسبوك والتيك توك، وصفحاتنا كلها هتلاقوها باسم رعب على الهامش، والروابط كلها تبقى موجودة في الديسكريبشن تحت. اشوفكم على خير، سلام.